السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ وحشتوني. انا تومي، والنهاردة هنقضي مع بعض يوم جميل ولطيف وظريف مع ممرضات السويس. بجد الاسبوع ده اسبوع الممرضات حقيقي. والله يعني مش قادرة اقول لكم ببقى مبسوطة قد ايه ان انا بقضي وقت معاكم جميل، وبتعرف على ناس جديدة وصحاب جديدة. طبعا العميلة دي اصلا عميلة عندي من بدري جدا وانا عارفاها، بس كنت عارفاها اونلاين، اتكلمنا اونلاين كتير قوي وكانت بتاخد الحاجة كلها دليفري. لكن اول مرة اشوفها واتعرف عليها واقضي معاها يوم جميل كده، عملنا جلسة حلوة قوي. احنا هنعمل النهارده في الفيديو جلستين. الجلسة دي جلسة ايرن عشان العميلة دي بترضع وشعرها بجد بجد متبهدل، وفي اثار صبغة قديمة وفي اثار جلاد فرد قديم، فكل ده احنا محتاجين نعالجه ومحتاجين نوقف تساقط فورا في الجلسة. هو ده اصلا هدف جلسة الايرن، ان احنا نوقف التساقط عن طريق ضخ الشعر للحديد والبصيلات. دي الممرضة التانية برضو اول مره اشوفها. سالتني وتعاملنا مع بعض قبل كده كتير ككلام، ولكن هي يعني اتحمست قوي تعمل الجلسه لما شافت نتيجه الجلسه على صاحبتها، فكانت مبسوطه، كان عندها طاقه للجلسه بصراحه. فعملنا جلسه ترميم حراري للعميله التانية. هي كانت عامله كافيار وكان مأثر على شعرها ومقصف شعرها شويه. انتوا طبعا شايفين الشعر اهو من تحت في تأثير الكافيار موجود، ولكن من فوق لا. فهنعمل تريتمنت الترميم، ويلا هنعيش مع بعض بقى اليوم ونشوف بقى ايه تأثير الجلستين. طبعا احنا جهزنا جلسات ووزعنا الماسك. هنا كانت عروستنا الجميلة بتعمل باديكير. بالمناسبة دي مش هقول اول عروسة، تاني عروسة نشتغلها في المكان. احنا فاتحين على فكرة بقالنا سنة المركز، ولكن يعني خدمات الجسم لسه ايه بدأناها، بس بدأناها بقوة وبدأناها باحترافية وبدأناها بتخصص وبدأناها بماتيريال جديدة كليا وبدأناها بأفكاري وبحاجات بجد جميلة. بجد بجد كل اللي بيعمل أصغر خدمة لأكبر خدمة بينبهر بيها جدا جدا. عندي إن كل حاجة عندي بتاخد حقها وبتاخد وقتها، وبجد بجد مش بحب الاستعجال، مش بحب الزحمة، مش بحب ان حاجة تتكروت. انا عندي ان انا اتعامل مع عميلة واحدة في اليوم احسن ما اتعامل مع 10 ومعرفش ادي ال10 حقهم. لا، انا عندي احب ان انا ابقى هاديه ورايقه في شغلي، وكل واحد كده بيعمل حاجته كامله مكمله، حتى بتتصور من اول العميل ما بيبدا لحد ما العميل بيخلص بيكون مبسوط. هنا العروسه كنا كوينا لها شعرها، وللعلم الشعر ده احنا اللي عاملينه ترميم، يعني ده ترميمنا اصلا. العروسه عامله عندنا ترميم من اسبوعين، وهي واختها وقرايبها اشتغلوا معانا دير ما بين نعمل لهم تنظيف. فالحمد لله برضو العميل اللي عندنا بيعمل معانا كل حاجة، لان هو خلاص بيبقى اوريدي، يعني خلاص واثق فينا وجرب الخدمة عندنا، وبجد هو مش بيندم. الحمد لله العميل عندنا فعلا مش بيندم من التعامل معانا. هنا احنا كنا بنجفف الشعر وكنا جهزنا الجلسة ووزعنا الماسكات، وخلاص الوقت كمان جه لوقت الكبس. على فكرة الكبس ده مش كبس بروتين، ده يعني كوي ترميم عادي جدا، بياخدش اكتر من ساعة يعني. تمام. الجلستين اللي شغالين زي ما قلت لكم ترميم وايرن. هنا جالي الدليفري وقال لي انا جايب لك ورد، والله ما كنت مصدقاه. كنت بقول لصاحبتي بتقول لي جاي لك ورد، بقول لها انا ورايا شغل مش فاضيه اهزر، فبتقول لي والله ده الدليفري بيقول كده فعلا. فاتفاجئت ان ورد من جوزي، بجد انا مش عارفه اقول له ايه. والله انا اتبسطت بيه جدا، انا اصلا بحب الورد قوي وبحب يعني مش عارفه اقول لكم ايه، يعني كل حاجه بتطلع عطور بموت فيها، خصوصا بقى الورد عشان كمان طبيعي كمان. مش عارفه اقول كلمه شكرا يعني مش هتوفيه حقه. بجد كانت مفاجاه جميله. وروحت لقيته جايب لبنته الصغيره بوكيه، بيقول لي يعني انا هجيب لك واسيبها؟ قلت له ماشي، يجيب لها بوكيه دلع فيها. هنا احنا كنا خلاص في اخر خطوه من خطوات الباديكير، بس القدم نعمت جدا جدا جدا. بنهتم بكل التفاصيل، بياخد وقته قوي، ممكن يعدي ساعة وساعتين عادي جدا على حسب الشغل. هنا احنا كنا بقى خلصنا نتيجة جلسة الايرن ووقفنا التساقط الحمد لله. هنا انا كنت بقول لها شدي شعرك من الاطراف وطلعي لي الشعر اللي بيخرج، قالت لي مفيش ولا شعرايه خارجه. قلت لها يعني التساقط واقف الحمد لله؟ قالت لي الحمد لله. الاول كان الفرشه حقيقي بتطلع كمية شعر كبيرة جدا جدا جدا. بصوا صحة الشعرة، بصوا لمعتها، بصوا طريانها. الترميم جميل جميل وطبيعي وصحي. تعالي واعملي الجلسة وجربيها مش تندمي ابدا اقسم بالله.
ده مش بروتين نهائي. لو بروتين مش هنطلع الشعر اللمعه دي ولا الطريان ده، هيطلع مفروض كانه معمول ببليس، بس مش هيبقى مرن كده ولا طري معاكي كده. مستحيل مستحيل البروتين يطلع النتيجه دي. الترميم فعلا يستحق التجربه دي. بقى جلسه الترميم الحراري التانية، انا مش قادره اقول لكم احنا صلحنا الشعر، احنا صلحناه من كل حاجه حرفيا. كنا بنجففه عشان نوريها النتيجه كمان بعد التجفيف، ونوريها الشعر الطبيعي. احنا كنا هنا كنا غاسلين يعني، دي نتيجه الجلسه خلاص، دي اللي هتروح بيها ودي اللي شعرها هيقعد بيه يعني. وكمان عايزه اقول لكم ان الجذور ما شاء الله على جلساتي بتطلع متحسنه جدا جدا جدا. والله العظيم كان يوم جميل جميل جميل، تعبنا فيه قوي، انا ما قعدتش اليوم ده. وعلى فكره جلسه الايرن انا اللي كنت كابسه نصها، وانا اول مره اكبس اصلا، بس اكتشفت ان انا ايدي حلوه في الكبس. قبل مرفت قالت لي ايدك حلوه في الكبس، طالما هي قالت كده يبقى انا ايدي حلوه في الكبس. انا اصلا اليوم ده هي كمان كانت موجوده، وانا بحب اليوم اللي هي بتبقى موجوده فيه. والله نفسي اصور لكم فيديو في مره واحنا الاتنين مع بعض في جلسه يعني. ان شاء الله نصور حاجات جديده وحاجات كتيره في وقت قريب يعني. بجد بجد انا مش عارفه والله اوصف لكم فرحتي باليوم ده ازاي، بس كان يوم جميل وكان يوم مميز، والنتائج كانت جميله. انا الحمد لله الحمد لله دايما النتائج بتطلع من عندي بيرفكت 100%، بس بجد بيبقى اليوم بيختلف يعني. بيبقى فيه عميل فرفوش وعميل جميل، عميل ساكت، عميل عايز يخلص بسرعة، عميل متوتر، عميل زنان. احنا بنقابل عملاء كتير، لكن اليوم ده كان يوم خفيف وظريف على قلبنا. هنا كانت جلسة الباديكير كان شغالة. التدليك حاجة مهمة جدا عندنا بجد، العميل بيطلع رجليه مرتاحة 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 لأبعد حد. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، الفيديو بجد يستحق الدعم. وما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو زيكم، وتعملوا سبسكرايب.